يا علي. ايوه يا ابي. تعال يا ولدي جيب لي علاج، انا مريض. هلا يا ابي، دقيقة باقيك يا ابي. وينك يا هلا يا ابي. تعال يا ولدي تعال. هلا يا ابي. يا ولدي روح جيب لي علاج، علاجي خلاص ابي علاج، تعبان يا ابي انا بروح اخزن، وعدت الناس ان بخزن معاهم. يا ولدي الله يحفظك، اقول لك تعبان قوي. خلص ولا يهمك يا ابي، بروح اجيب لك علاج ولا يهمك. عيون يعني تبغى ارخص نوعية. هذا ارخص شيء اللي هو المبرد، ارخص شيء وبعيد. هلا يا ابي. السلام عليكم. قلت لك يا ابي العلاج. هذا العلاج. والله خالف من الصيدلية للصيدلية. ما هو نفس هذا ولد العلاج؟ هذا يا ابي نفس الشركة، تمام نفسه، لكن هذا الأول معدوم مش موجود في السوق، لكن هذا نفسه وإن شاء الله الطيب. يلا تمام. ان شاء الله يا ولدي. الدنيا ودرب الوصل ما ولدي. أيوه يا ابي. ها يا وش خالي فيه؟ روحي عتخرج. صلي على النبي. ايش فيك؟ السلام عليكم يا شباب. اكيد عرفكم انا وش حابب اتكلم معاكم. انا اللي بتكلم معاكم من شارع عمار العزكي. انا دخلت مجموعه بالفيسبوك، شباب وبنات، يعني تعليقات وتصويتات يعني بقوه. اوكي، واكثر هذا المصوتين واللي انا فدالك يا عمار، واللي دعم بذهب مرته، واللي استلف فلوس، واللي يسوي المستحيل علشان يوصل تصويت لعمار العزكي. احنا ما حصلناش وش ناكل، احنا وضعنا سيء، مأساة في اليمن، يعني وضعنا سيء جدا. الان مو وقت عمار، مو وقت عمار العزكي. احنا عندنا في اليمن عندنا مبدعين، عندنا مبدعين، وهذا عمار العزكي هذا لو فاز وصوتوا له هذا خلاص ما بياخذ الجنسيه اليمنيه نهائيا، ما بياخذ الجنسيه اليمنيه، بيبيعني وبيبيع. احنا نصنع من التافهين نجوم، والناس المبدعين ولا احد يسال عنهم ولا احد يدور عليهم. لكن انا بجيب لكم مثل بس. تعرفون سعد الكامل اصغر مخترع على مستوى العالم، طفل يمني. وعندنا موسى الأهدل اخترع ماطور بدون بنزين بدون كهرباء، يعني طاقة ذاتية. تعرفوا خالد نشوان مخترع يمني حصل على جائزة فارس المخترعين على مستوى الشرق الأوسط، ولا حد دعمه ولا حد سئل عنه. دحين لو كان يترقص كان بيعجبكم، بيعجب الجميع. أنتم عارفين إن إحنا جالسين ندعم الناس التافهين على حساب الناس المبدعين اللي بيبنون الوطن، الناس اللي نحطهم فلوسنا. الفلوس هذه الملايين والمليارات لا وين بتروح؟ والشعب اللي جنبكم من بيصوت له؟ الشعب المسكين والناس الفقراء والمساكين من بيصوت لهم؟ ترسل لي مليارات لبرع رسائل، انفق 7 مليون رسالة، كل رسالة ب150 ريال، يعني تطلع بمليار. لو حسبت الرسالة ب150 مليار يطلع لبرع. تعرفون ان اليمن فيها 3 مليون نازح؟ تعرفون ان 70% في اليمن محتاجين الى مساعدة غذائية عاجلة؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ واحنا جالسين نصرف مليارات من شان عمار يشتهر قدام احلام والمصوعة. انتم عارفين ان نسبة الجرحى في اليمن 24,000 جريح. هذا الجرحى إن أحد الجرحى عرض كريته للبيع علشان يسافر الخارج يتعالج. هذا اللي جالسين يقاتلوا علشانكم. الجرحى يخلصوا في البيوت، في المستشفيات، في تعز، في كل مكان. أنا بسألكم سؤال واحد بس، هل 150 هذه اللي تصوتوا فيها بتسجل عليكم بصحائفكم حسنة أو سيئة؟ في كلمة أخيرة أبغى أقولها لكم. يا أخي خلنا الناس تصوت.